بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم فيه فضل الصدقة وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. هنا قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني بشيء يسير. بعدل تمرة قيل بقيمة التمرة، من كسب طيب، وهذا شرط، لا بد أن يكون من كسب طيب حتى يقبلها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، من أسمائه الطيب. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله يقبلها بيمينه، يقبلها إذا أخلص العبد وكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم على السنة، فإن الله يقبل عمله وإن كان يسيرا مثل هذا. قال بعدل تمرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبلها بيمينه، وهذا